الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد الدقائق هذه للإجابة على بعض الأسئلة التي وردت. وقبل أن نشرع في الإجابة على بعض الأسئلة نرجو من حضراتكم الاشتراك بالقناة للتعاون على البر والتقوى. السؤال بالنسبة لصلاة النافلة، هل الأفضل أن تصلى في المسجد أم تصلى في المنزل؟ طبعا الأفضل بالنسبة لصلاة النافلة أن تصلى في البيت، ولو كان المصلي يصلي في المسجد النبوي المبارك، لفضل صلاة النافلة في البيت عن المسجد. ولكن يتوقف الأمر على حال المتنفل، فإذا كان يخشى أن ينسى صلاة النافلة أو أن يتكاسل عنها، فإذا صلاها في المسجد يكون قد فعل الأولى نظرا لحالته. أما إذا صلاها في المنزل ففيها فوائد عدة. من هذه الفوائد أنه يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه يكون قد طبق وحقق القدوة كأب أو كمسؤول في البيت، فيقتدي به من في البيت من نساء وأطفال. أما إن خشي على نفسه أنه إذا صلى النافلة في البيت فهناك شغل أو رفع صوت أو هناك أمور تشغله عن الصلاة أو تشوش عليه، كان له أن يصلي في المسجد. أيضا السؤال الثاني عن صلاة النافلة عقب صلاة الفريضة، هل لابد أن يحدث فارقا بين الفريضة والنافلة؟ نعم، أن يحدث فاصلا بين الفريضة والنافلة، والفاصل إما أن يكون بالكلام، يعني حدث من كان يصلي إلى جواره عن يمينه أو عن يساره، أو أن ينتقل من مكانه، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث هو يتهم أهل السنة بالخنوع والذل وعدم المقاومة، ويعني يثني على الشيعة ويذكرهم بالشهامة والشجاعة بالنسبة لما يحدث في أرض فلسطين وفي غزة. الأمر يحتاج أيضا إلى حكمة في القول، ويحتاج من هذا المتهم الذي يتهم أهل السنة بهذا الاتهام الخطير أن يراجع نفسه، فإن كان شيعيا عليه أن يراجع المراجع الشيعية، عليه أن يراجع الفتوى عند الشيعة بالنسبة لمجاهدة الأمريكان ومجاهدة الصهاينة، وأقرب دليل على ذلك الفتوى التي أفتى بها المرجع السيستاني في سنة 2003 عند دخول الأمريكان العراق، فالرجل أفتى بعدم مجاهدة الأمريكان، وصفق الشيعة لدخول الأمريكان ودخول التحالف أرض العراق، وذبح وسفكت دماء أهل السنة بمرأى وبمشهد يشهده العالم أجمع، وكان على يد الشيعة. الشيعة صفقوا عند دخول الأمريكان عندما اصطف جنود الأمريكان أمام قبر الإمام الحسين عليه السلام وأدوا التحية. فهنا والى الشيعة الأمريكان، وكثيرا ما يوالون أعداء الإسلام. الشيعة بالذات هم يوالون أعداء الإسلام، ولا يدخلون بلدا إلا أفسدوه. وسلوا التاريخ عن دخولهم العراق وعن دخولهم سوريا وعن دخولهم لبنان، وهذا من الواقع، هذا حق يشهد به التاريخ ويشهد به
الواقع ويشهد به الواقع. فيعني لا نرجو أن نغالي في الكلام ولا أن نتكلم كلاما جزافيا دون دليل أو دون معنى. وأنا لا أبرئ الحكام العرب والمسلمين من قضية فلسطين، لا أبرئهم ولا أبرئ نفسي، وأمر المقاومة أمر واجب، ولكن الأمر يختلف من حال إلى حال حسب حال المسلمين بين قوة وبين ضعف. ما أسهل أن يخرج أحد الحكام ويقول سنخرج إسرائيل وسنقاتل إسرائيل ونضرب إسرائيل ونلقي بإسرائيل في البحر كما كان يقال، ونقاتل إسرائيل ومن وراء إسرائيل كما قال عبد الناصر. وبعدين هتلاقي نفسك القائد ده لا هيلاقي دولته ولا هيلاقي نفسه ولا هيلاقي شعبه. فالأمر يحتاج إلى حكمة. وغاية الشيعة من هذا التدخل أن ينصروا أتباعهم وشيعتهم في لبنان وفي سوريا، وأن يمكن لهم في بلاد العرب والمسلمين خاصة مصر والسعودية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.